بجد مهما نعمل البيتزا بصراحة كده ما بتطلعش. بتطلع حلوة الحاجات في البيت والمكونات وبتطلع رخيصة وكده، بس بصراحة بقى ما بتطلعش ايه زي اللي بتبقى في المحلات. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. النهارده بقى انا وبنت حبينا ايه نطلع كده ايه نتغدى بره ونرتاح من المطبخ والحر بتاع المطبخ ونريح ايدينا شوية. دلوقتي احنا في محل بيتزا الإسراء عندنا في متغمر هنا. وزي ما احنا شايفين طبعا انا جايبه لكم المنيو والاسعار بتاعتها موجوده اهي. وهنبدأ بقى نشوف ايه الطلب بقى لما نجيبه بإذن الله. ايه رأيكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله، بيتزا كده جايه سخنه بقى وتحفه تحفه. حطينا عليها كاتشب، كان في باكت بطاطس. ايه رأيكم بقى؟ اهم حاجة بس ما تنسوش اللايك. شايفين الجبنة بتلظ كده؟ يلا بألف هنا للي هياكل، وتفضلوا معانا. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامن وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واترككم مع ايه، مع الفيديو. بجد اطعم بيتزا الواحد بياكلها، والخدمة هناك ممتازة. طبعا هتقولوا اللقطات بتتعاد تاني. انا حبيت والله، هو كان مدته دقيقة فحبيت اطول بس الفيديو دقيقتين او 3 دقايق، فحبيت اعيد بس ايه المنظر.